أهلا بيكم، أنا محمود رفعت. دايما نسمع عن جزيرة فيها سجن مستحيل حد يهرب منه، وجزيرة معزولة موجودة في جنوب أفريقيا اتحبس فيها نيلسون مانديلا، وجزيرة مليانة تعابين مستحيل إنسان يخشها، وجزر مسكونة. إنما نسمع عن جزيرة بيحصل فيها أبشع أنواع الرذيلة والتعدي الجنسي على فتيات قاصرات. أنت ممكن تعتبر الجزيرة أكنها ميني جهنم، ولكن في الفيديو ده هنعرف إيه حكاية جزيرة إيبستن، وإيه هي الوثائق اللي اتنشرت، ومين هو جيفري إيبستن. ولكن قبل ما نبدأ انزل حط لايك للفيديو واعمل متابعة للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا. في 30 يناير في 2026 وزارة العدل الأمريكية ومعاها الاف بي اي قرروا يطلعوا أكتر من 3.5 مليون وثيقة من أصل 6 مليون وثيقة من وثائق إيبستين اتكشف فيهم فضايح جيفري إيبستين، منها التعدي على فتيات قاصرات، واتفضح معاه كمان شخصيات هامة في العالم. ولكن لازم نرجع للزمن اللي ورا شوية ونعرف حكاية جيفري إيبستين. اتولد جيفري إيبستين في 20 يناير سنة 1953 في حي بروكلين في مدينة نيويورك لعائلة يهودية من الطبقة المتوسطة، واشتغل مدرس فيزياء ورياضة برغم من انه ما كملش تعليمه. وظهرت منه نظرات للبنات اللي عنده في مدرسة دالتون توحي بانه عاوز يعمل حاجة، وفعلا زي ما احنا متوقعين تم فصله من المدرسة. وبعد ما اتفصل اشتغل في بنك بيرسترنس بسبب علاقاته اللي كونها مع اولياء الامور. وفي الثمانينيات اصبح مستشارا ماليا للملياردير ليزلي واكسنر، وواكسنر اداله قصر في مانهاتن، ومن هنا بدأت رحلته في تكوين ثروة كبيرة، واستغل الثروة دي في بناء علاقات مع أهم الشخصيات في العالم. وتعرف على جلين ماكسويل واللي هتبقى شريكة حياته. جلين ماكسويل هي ابنة ملك الإعلام البريطاني الشهير روبرت ماكسويل. جلين نشأت في بريطانيا وتخرجت من جامعة إكسفورد، وبعد وفاة والدها في سنة 1991 في ظروف غامضة راحت إلى مدينة نيويورك وتعرفت على إيبستين، وبدأت بينهم علاقة عاطفية تحولت إلى شراكة عمل. ولأن جلين كانت عارفة ناس مشاهير بدأت تعرفهم على إيبستين، وبدأت جلين تكلم البنات القاصرات تيجي القصر اللي في مانهاتن بحجة إنها بتعمل كاستنج لموديل فيكتوريا سيكريت. ولأن البنات كانت بتحلم بالشهرة بدأوا يروحوا القصر، وبدل ما يقابلوا مصممين الأزياء بتوع فيكتوريا سيكريت قابلوا إيبستين، وبدأت جلين تقنعهم يعملوا أي حاجة إيبستين عاوزها. ولكن جلين وإيبستين كانوا خايفين إن أسرار القصر تتكشف، وفعلا جلين اقترحت على إيبستين يشتري جزيرة خاصة. وفعلا في إبريل سنة 1998 اشترى إيبستين جزيرة من جزر العذراء اسمها ليتل سانت جيمس، والمكان بقى مخفي وبعيد عن عيون الناس، ومفيش حد يقدر يخش الجزيرة من غير دعوة من إيبستين. والجزيرة كان كل شبر فيها متراقب بالكاميرات، يعني اللي هيدخل الجزيرة هيتسجل صوت وصورة. وبدأت جلين تجيب البنات القاصرات على الجزيرة وتقول لهم هتعملوا جلسة مساج لرجل الأعمال جيفري إيبستين مقابل مبالغ مالية. ولأنه كان مشهور ورجل أعمال وبيعمل أعمال خيرية البنات كانت بتوافق، ولكن كانوا بيتفاجئوا بالتعدي اللي بيحصل عليهم من إيبستين ومن الشخصيات المشهورة اللي إيبستين كان بيجيبهم الجزيرة. ولكن البنات كانوا بيكملوا في اللي بيعملوه، والبنات اللي بيروحوا الجزيرة بدأوا يجيبوا أصحابهم، والشبكة بدأت تكبر. ولكن كان في بنات مش بتقبل باللي بيحصل، ومنهم فيرجينيا جيوفري اللي اعترفت باللي بيحصل معاها في الجزيرة. وفعلا اتوجه اتهام لإيبستين بالتعدي على قاصرات، واتحكم عليه بالسجن في فلوريدا ب 18 شهر. ولكن المفاجأة إنه عمل اتفاق سري مع القاضي واتحكم عليه بالسجن 13 شهر بس. وكمان الأغرب إنه كان بيتم السماح ليه بالخروج من السجن في النهار ويعيش حياته عادي، ويرجع بالليل يبات في السجن. حاجة غريبة فعلا. ولكن بعد ما خرج من السجن بدأت دعوات من القضاة بتقول اقبضوا على إيبستين واسجنوه مدى الحياة. في الفترة دي إيبستين كان في فرنسا وقرر يرجع أمريكا بعد ما كلم شركائه علشان يهدوا الموضوع في أمريكا. ولكن أول ما وصل إيبستين المطار اتفاجئ بوجود الاف بي اي في انتظاره، وتم القبض عليه فورا واتحبس في مركز متروبوليتاني الإصلاحي وهو سجن فيدرالي شديد الحراسة. وفي يوم 10 أغسطس سنة 2019 لقوا إيبستين انتحر في الزنزانة بتاعته، ولكن الناس ما صدقتش انه انتحر، والطب الشرعي اثبت انه انتحر. ولكن في البيانات اللي طلعت بعد كده اثبتت ان ما كانش فيه جدية من الحراس في الحراسة، والكاميرات كانت متفبركة ومتثبتة على صورة واحدة. فكل ده خلى الموضوع اكنه يبان غريب. وفي 2 يوليو في 2026 تم القبض على جلين ماكسويل واتحكم عليها بالسجن لمدة 20 سنة. نروح بقى للشخصيات اللي تم ذكرهم في وثائق إيبستين، اللي من ضمنهم بيل كلينتون الرئيس الامريكي السابق اللي اتذكر اسمه في الوثائق اكتر من 50 مره. وفي بيانات قاصرات قالت انهم شافوه في الجزيره، ولكنه نفى انه زار الجزيره او علمه باي جرائم حصلت، واكد انه قطع علاقته مع إيبستين من سنوات طويله. وكمان اتذكر اسم الامير اندرو اللي كان صديق مقرب لإيبستين وجلين، وواجه اتهامات من فيكتوريا جيوفري اللي حصل معاها اعتداء وهي قاصر. وبسبب الاتهامات والقضايا تم تجريده من القابه العسكريه وواجباته الملكيه. وكمان تم ذكر دونالد ترامب
ترامب اللي كان يعرف إبستين من زمان وكان بيقابله في مناسبات اجتماعية على الجزيرة، ولكنه قال إن قطع علاقته مع إبستين قبل ما يتم القبض عليه. وكمان اتذكر اسم ستيفن هوكينج وظهر اسمه في رسالة بريد إلكتروني إلى جلين، والصور اللي تم نشرها أثبتت وجوده على الجزيرة في سنة 2006 في مؤتمر علمي كان عامله إبستين. وحد دلوقتي هيطلع يقول طب إزاي الجزيرة كان بيحصل عليها الرذائل دي كلها، وإزاي ستيفن هوكينج رايح عشان مؤتمر علمي؟ أحب أوضح لك برضو إن إبستين كان بيستقبل ضيوفه في الجزيرة بتاعته يعمل معاهم مؤتمرات وحفلات. يعني الجزيرة بالنهار بتفيد البشرية ويعملوا فيها أبحاث علمية، وبالليل يعملوا فيها أفعال رذيلة، يعني كانت ميكس بين الحاجتين. وستيفن هوكينج ده ما تعرفش هو رايح يعمل إيه في الجزيرة أصلا. وكمان ظهر اسم بيل جيتس اللي التقى بإبستين كذا مرة بعد خروجه من السجن في 2008 لمناقشة أمور تتعلق بالأعمال الخيرية، ولكن بيل جيتس أعرب عن ندمه الشديد على اللقاءات اللي عملها مع إبستين ووصفها بأنها خطأ فادح. وكمان اتذكر اسم إيلون ماسك وكشفت الوثائق عن وجود أكتر من 16 رسالة بريد إلكتروني بين ماسك وإبستين، وماسك كان بيرتب مع إبستين لزيارة الجزيرة. وكمان ورد اسم وائل غنيم في الوثائق مش لأنه متورط في الحاجات اللي كانت بتحصل، ولكن ورد اسمه علشان كان في قائمة بتضم 30 شخص لحضور مؤتمر علمي. ولكن أحب أوضح لك في النقطة دي إن مش أي حد اتذكر اسمه في الوثائق ليه علاقة بالتعديات اللي بتحصل في الجزيرة. ما احنا برضو ذكرنا أسماء ناس راحت الجزيرة عشان مؤتمرات، عشان إبستين كان بيعمل في الجزيرة بتاعته مؤتمرات وبيستضيف الضيوف بتوعه في الجزيرة أو بينهم تواصل اجتماعي مع إبستين. وفي حاجة كمان مثيرة للجدل، وهي إن سيدة الأعمال الإماراتية عزيزة الأحمدي ادت إبستين 3 قطع من كسوة الكعبة وقالت له إن ملايين الحجاج لمسوا الكسوة دي. والسؤال هنا هو هيعمل إيه بالكسوة بتاعت الكعبة؟ والإجابة هي إن إبستين بنى مبنى على الجزيرة ليه قبة ويشبه المسجد، وكان بيخطط إنه يحط الكسوة في المبنى اللي بيقول عليه ده. ولكن هي حاجة غريبة فعلا، يعني جزيرة بيحصل عليها حاجات وهيبني عليها مسجد، حاجة ما تخشش عقل الواحد. جزيرة إبستين مش مجرد مكان على الخريطة، لكنها بقت رمز مليان أسئلة لسه ملهاش إجابة. يا عالم ممكن في يوم وزارة العدل والاف بي اي يطلعوا باقي الوثائق، وعقبال ما يطلعوها انزل حط لايك للفيديو واعمل متابعة للقناة. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.